السلام عليكم أخواتي. اليوم جبت لكم قصة حقيقية مؤثرة وفيها عبرة وقعت في الجزائر. أخواتي، حبيت نشارككم في هذه القصة الرائعة التي وقعت في الجزائر في نهاية الموسم الحج. وقعت مع صفوة حجازي، دكتور صفوة حجازي، مع شاب جزائري، وهذه قصة حقيقية وليست من نسج الخيال. نتمنى تسمعوها وتعجبكم، قصة رائعة وفيها عبرة يعني. المهم، قال الدكتور الحجازي صفوة حجازي: وأنا في الحج جاء لي شاب جزائري وقال لي: يا دكتور، عندي سؤال يحيرني. قلت له: خير. قال: منذ مجيئي إلى الحج وأنا أرى رؤية تتكرر علي دائما. قلت له: خير. قال: إني أرى رسول صلى الله عليه وسلم يأتيني في المنام ويقول لي: اذهب إلى فلان ابن فلان في المكان الفلاني وقل له أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، وهذا المكان موجود في الجزائر. فقلت له: عندما تعود إلى الجزائر اذهب إلى هذا الشخص وبشره. يقول الدكتور الحجازي: بعد الحج جئت إلى الجزائر وكانت عندي محاضرة في قسنطينة، وهي ولاية جزائرية، وأنا في طائرة توجه نحوي رجل جزائري كان قادما من مكة. هذا رجل واحد آخر، وقال لي: أنت الدكتور الحجازي؟ فقلت: نعم. قال: هل لي بسؤال؟ قلت: تفضل. قال: يا دكتور، وأنا في الحج تكررت علي رؤيا عدة مرات، رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يقول لي: اذهب إلى فلان ابن فلان وقل له أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، لنفس الشخص اللي كنا حكينا عليه مقبل. المهم، قال الدكتور: لقد دهشت وسألت هذا الشاب وسألت هذا الرجل عن الشاب الذي التقيته في مكة، إن كنت تعرفه. وقال لي: والله لا أعرفه. يعني دكتور حجازي سأل هذا الرجل على الشاب اللي قال له على الرؤية الأولى. المهم دوك تفهموا. قال الدكتور: فهمت حينها أن الرؤية تكررت على شخصين في آن واحد. فقلت له: اذهب إلى هذا الفلان وقل له أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال الدكتور الحجازي: جاء إلي الشاب الذي التقيته في مكة مرة الأولى وروى لي ما حصل. قال الشاب: يا دكتور، لقد ذهبت إلى المكان الفلاني وسألت عن الشخص المعني ودلوني الناس عن بيته، وعندما توجهت إلى بيته لم أجده، فخرج لي ابنه. فقلت له: هل هذا بيت فلان؟ قال: نعم. قلت له: أين هو؟ هل تعلم يا دكتور ماذا قال؟ كنت أتوقع أن يقول لي أنه معتكف مثلا في المسجد أو شيء من هذا القبيل يعني. قال ابنه: إنه مع أصدقائه في المقهى. فدهشت، ثم توجهت إليه وسلمت عليه وطرحت عليه بعض الأسئلة، فوجدته شخص عادي لا يتميز عن الآخرين، ثم بشرته بالبشرى السعيدة. فدهش الشاب الرجل هذا، ثم سألته: ماذا تفعل في حياتك حتى يبشرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ قال: لا أدري. ثم سكت برهة، ثم قال: لقد كان لي جار شاب متزوج وأب ل4 أولاد كلهم صغار، وقع له حادث فوافته المنية. يقول هذا الشخص المبشر بالجنة: أنا متقاعد عن العمل ولدي دخل شهري. عندما مات جاري قررت إعطاء دخلي الشهري إلى عائلته، فذهبت إلى المصرف وبدلت الاسم والعنوان على زوجته، وهي الآن تتقاضى هذا الدخل من دون أن تعلم من أين هو، لأنني لم أخبر أي أحد بهذا الأمر. يقول دكتور الحجازي: والتقيت مع الشخص الثاني وقال لي: يا دكتور، لقد ذهبت إلى الرجل المبشر بالجنة. هذا الشخص الثاني قال له: يا دكتور صفوة حجازي، لقد ذهبت إلى رجل مبشر بالجنة فوجدته معتكفا في المسجد، وعندما قلت له أنني أبشرك بالجنة من رسول صلى الله عليه وسلم وقع من طوله، مسكين أغمي عليه
وعندما صحوته قال: أنت الثاني شخص يبشرني، ومن وقتها اعتكف المسجد والصلاة. يا ربي تكون هذه القصة المؤثرة عجبتكم وأثرت فيكم كما أثرت فيا. أنا كي أثرت فيا اللي حبيت نحكيها لكم. روعة. شفت فاعل الخير ما هو جزاؤه؟ يا ربي اجعلنا من أهل الجنة. قالك دير الخير ونساه، ودير الشر وتفكره. قصة حقيقية مؤثرة وفيها عبرة، وقعت في الجزائر. استمعوها، صدقوني روعة هذه القصة. وإلى اللقاء.